حضرتك ان هم 10 مباريات، يعني النادي الاهلي اللي هو يقدر يسوقه 10 مباريات، مظبوط كده؟ لا بس هو انت برضه هيبقى عندك مشاكل ثانيه. انت لو عندك دوره مجمعه، دوره مجمعه ماتشاتها مين، يعني انت يعني بص يا كابتن سيف، احسن شيء هو الموضوع ما ينفعش يمشي بشكل الانديه. ممكن انا كنت بسمعك بتقول الكلام ده، والله في انتخابات وفي التزام من الانديه بشكل معين. خلاص الانتخابات دي بينتج عنها نتيجه معينه. مش معنى النتيجه ان انا النتيجه دي مش عجباني او انا مش مقتنع بيها او خلاص ان انا هاخد بعضي وامشي، يعني فاهم قصدي. انما في الاخر خالص الفكره كلها لو النهارده ده منتج هيبقى لوحده هيتسوى برضه. يعني استاذ عمرو معلش، انا عايز اسال سؤال صريح. انسحاب النادي الاهلي هو اعتراض على الموقف اللي اتحط فيه الكابتن حسن حمدي، هل ده انتوا ممكن تقفوا مع الانديه دي تسوقوا، ولا ده هيعتبر انهيار للمنتج ده؟ لا طبعا مش انهيار، لان هو بيمثل يعني نسبه كبيره جدا مباراه الدوري. مش انهيار، هنشتغل عليها وهتتعمل فيها شغل كويس. تمام. الفكره كلها كالسيف اللي احنا بنمر بيه ده مرت بيه ايطاليا، بلاد تانية وروابط تانية وحصل كده، ونادي كبيره انسحبت من الروابط زي الميلان قبل كده. يعني في امثله احنا مش بالنسبه لنا مش حاجه يعني مش حاجه جديده يعني. تمام. اوكي.